شوف، كان برنامج قوافي، وارتأى أستاذ سمير إنه تكون الحلقة منتدى الرسالة. حلو. فإجا قدمني، هو بالعادة يكون عريف بالبرنامج ويقدم الشاعر على المنصة. قبلها أنا طالع برامج ورايح قارب هواي مكانات، بس بمجرد إنه أنا شفت إنه أستاذ سمير موجود، عبالك توني صاعد منصة ما أعرف كل شيء. الله، والله هيبة أستاذ سمير، هاي الرهبة اللي تنتاب الشاعر. لحد ما بديت قرأت البيت الثاني أو بداية البيت الأول، هو يعني شلون صفق لي وعجبه هذا البيت، طاق حافز. أنا ارتاحت، قلت هذا هو هسه أنا بالمكان الصح. فقدنا سمير صبيح، وعد دلائل هذا الموضوع أنه من فقدناه خسر الشعر قامة كبيرة بالشعر الشعبي. هسه احنا عندنا شبه الفوضى فعلا. كان أستاذ سمير يدافع عن هواي الأمور، يسولف، ما يخاف من شيء. هسه البعض من يريد يسولف يتوجس، يقول أنا خاف أحكي على هذا الأمر السلبي بالشعر، خاف فلان يزعل، خاف هذا المقدم يزعل. أستاذ سمير صبيح كان ما عنده شيء خسره، يسولف براحته بأي مكان وبأي وقت، حتى بالقضايا الدينية، حتى بقضايا المجتمع كان يسولف مرتاح، والمفروض الشاعر يكون هيك. شنو القصيدة اللي حكيتها وكان حاضر هو؟ إيه، خلنا نقرأ لك إياها. ما أخذت السوادع ذا الحزن يا شام، لأن شايف عرسي اللبس بيه اسود. فعلا. ومن خربت سمعت الحبل ويل رقاب، تفائلت الدلو من ينعدم يصعد. الله. بس هو الشراع اللي غير الموضوع، وشفت الغيظ بقلوب السفن يمتد. الله. أثار البحر هم بيعثر نفس القاعدة، حسب اللي يريد يسافر تردد. الله الله. رجعت الواقع تفاجأت بالمرسال، بخط ما ينفهم بس القرا يبرد. كاتبت الحبيبة بقلق واستعجال، بحيث اللي يقرأ يسمع رجفة المقبض. وعشت كذبة البايك كحل من العين. الله. مثل والبي مصدق راح يتهدد، لأن من فكرت هاي الخيانة منين منين طلعت باتفاق الكحل والمرود. الله.